الحمد لله الواجب الوجود، الدائم العطاء والجود، الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملأ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. سائل من سيد ابن العباس يقول: جرت عادتنا بقراءة الحزب الراتب في المسجد. هذه عادة كل المسلمين في شمال إفريقيا وفي غير شمال إفريقيا، أنهم يقرؤون الحزب الراتب في المسجد. يقول السائل: شب على هذا الصغير وشاب عليها الكبير. ما شاء الله، نعم العادة الحسنة. شب على هذا الصغير وشاب عليها الكبير. واليوم ينكر علينا السلفية قراءة القرآن جماعة ويصفوننا بالمبتدعة. وش يضركم انت إذا كنت على الحق؟ وش يضرك يجي واحد سلفي ولا حشوي يقول لك انت مبتدع، انت على ضلال؟ خليه يقول وش حب، انت تمسك بالحق. يا وصلوا العجب. أن نقول لك احنا كان عندنا واحد كان يفتي يقول: يماك ما يجوز لكش تقولها يما، قولها أختي في الله، لأن سيدنا رسول الله ما كانش يقول يماه يما. يا ناس مجانين، ناس وصلوا للمحال. الفتاوى اللي ما تجيش في راسك راهم يصدروها كل يوم. ملا قراءة القرآن جماعة ولات بدعة. قاعد في الجامع ماشي بدعة، قاعد في الجامع ماشي بدعة. أنا شفناهم بعينينا مكسرين وشاد البورطابل وراو يبيع ويشري بالبورطابل، ويا درا وش كان يبيع ويشري. الله يهديهم. هذيك ماشي بدعة. الخدع والكذب ماشي بدعة، النفاق ماشي بدعة، الشيتا ماشي بدعة. الشيتا وما أدراك ما الشيتا. لو كان تعرفوا واش راهم دايرين تحت طاعة السلطان هادي، دايرين أعاجيب من الكذب ومن النفاق. يا مزيانة جات فرنسا ما صابت سلفية، صابت رجال أرقاز مجاهدين يعرفوا غير لا إله إلا الله محمد رسول الله. رجال لو كان صابت هذو جماعة طاعة السلطان، والله يقول لك طاعة فرنسا واجبة ولا يجوز الخروج عليها. إذن وش يقول السائل: واليوم ينكر علينا السلفية قراءة القرآن جماعة ويصفوننا بالمبتدعة ويحذرون الناس من الجلوس في حلقة القرآن كما إبليس. شكون اللي يحذر من القرآن؟ شكون يقدر يروح الواحد يقول له ما تقعدش في حلقة تاع قرآن؟ شكون يقدر؟ هذا غير إبليس الشيطان، لأن ساكنهم شيطان. واحد النهار كنت في الجامعة العربية تبسي، وين تربيت وين قريت وين تعلمت. كان عندنا جماعة فيهم واحد الشيخ اسمه الشيخ الشاذلي وجماعة كانوا يقرأوا القرآن جماعة. الصغير فيهم 70 سنة. اسمعوا واش راني نقول لكم. الصغير في هذيك الحلقة كان في عمره 70 سنة. يجي واحد طفل عمره مليح هذه الطائفة هذه وقعد قدامي. أنا كانت لحيتي شوية طويلة، احسبني من الحشوية كما هو. قال لي: واش راهم يديروا هذوما؟ وشنو هذه البدعة؟ أنا مازال ما جاوبتوش. وقف وبدا يعيط عليهم. يا هما قاع في السن تاع جدو: يا مبتدعة، يا ضلال، يا ضالين، يا كدا يا كدا. ومن بعد قاعد قلت له: يا أخي وعلاه حكمت عليهم بأنهم من المبتدعة؟ قال لي: ما راك تشوفهم يقرأوا القرآن جماعة. قلت له: انت واش من العالم اللي تثيق فيه؟ واش من العالم؟ قال لي: انا ما نثيق غير ابن تيمية فقط. قلت له: خلاص اقعد ما تروحش. على جال وطلعت للدار وجبت كتاب الفتاوى الصغرى لابن تيمية صفحة وقيلة 212. وسئل ابن تيمية عن قوم يجتمعون لقراءة القرآن فقال: ذلك عمل حسن وقد نقل عن السلف. القصة تعود ل 25 سنة أظن، هكذا قال، أو قال: ذلك من الأعمال الحسنة وقد نقل عن السلف. فلما أعطيت له يقرأ، لأن هذا أقام لابن تيمية صنما في قلبه، ما يتي غير ابن تيمية. تقول له قال مالك، قال الشافعي، قال أحمد، قال أبو حنيفة، قال أبا بكر الصديق، قال عمر، قال عثمان، قال القاضي عياض، قال الإمام الطحاوي، قال الإمام البيهقي، قال ابن حجر، قال المازري. والو هو يأمن ابن تيمية خلاص.
جعلوا صنم، جعل منه صنما. أما لكي قراها وشافها قال لي هذا الكتاب مطبوع في لبنان، خذ حذرك، شوف كيف وين وصلنا. أما لا أنتم تقرأوا القرآن جماعة، وجماعة هذو يحكموا عليكم بالبدعة ويحذرون الناس من الجلوس في حلقة القرآن. فما هو الحق في المسألة؟ الحق في المسألة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، بعد كلام النبي كش ما واحد عنده كلام، كش واحد يقدر يزيد كلمة. اسمع، ورد في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واش قال؟ ما اجتمع من الاجتماع، تعرفوا الاجتماع، هم داروا اجتماع في البلدية، هم داروا اجتماع في الولاية، هم داروا اجتماع في الجامعتين، كاين اجتماع، والاجتماع تاع الجامع يختلف تاع الإدارة. ما اجتمع قوم القوم ماشي واحد، الآن يكذبوا عليه يقولوا واحد هو القوم، أنت أمة وإن كنت وحدك، بركاكم الكذب يا بركاكم الكذب، القوم ماشي واحد. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، في بيت من بيوت الله، واش يديروا؟ يتلون كتاب الله، يتلون جماعة، يقرؤون، يتلون من التلاوة، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتدارسونه من المدارسة، أي يكررون ويكررون ويكررون. ولذلك سمي سيدنا إدريس عليه السلام، سمي إدريس من كثرة المدارسة، يقرأ ويعاود، يقرأ ويعاود، هذه المدارسة. ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. شفت الملائكة تهبط السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة تنزل إلى الأرض. الملائكة انقطع الوحي انقطع، ولكن ماشي الملائكة انقطعوا عن الأرض، الوحي هو الذي انقطع، ما زال الملائكة تنزل. واللي يحب يجلس في مجلس فيه الملائكة، يجلس في مجلس يتلى فيه كتاب الله تبارك وتعالى. وحفتهم الملائكة، حف بمعنى أحاط، وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. نعاود نقرأ الحديث لأن كسرونا رأسنا، يحكموا على الشعب اللي مبتدعة، جماعة يكونوا يقرأوا القرآن جماعة، بدعة بدعة بدعة، ويبدأوا يتنحوا بالواحد يجبد روحه، ومن بعد واحد يحبس الحلقة، وين يروح للقهوة واش عليه، واحد يروح للتبرنة واش عليه، واحد يبطل الصلاة واش عليه. كان واحد الشاب ملتزم بقراءة القرآن جماعة، جاوا ليه قالوا له بدعة، جبد روحه، بطل الصلاة، فهموا بطل الصلاة. هو حكى لي يجوا ليه كي كان مبطل الصلاة ما هوش يصلي، يقولوا له والله الحمد لله اللي ربي يسلكك من البدعة، الحمد لله، شفت كي خديت راي، على بالك بلي كنت في بدعة. جابوه من قراءة القرآن إلى ترك الصلاة، ودخلوه في لعنة الله تبارك وتعالى، ويهنيوا فيه، هنيئا لك مزيا ماكش دير في البدعة، لا البدعة ولا انتوما. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. قال الإمام الشوكاني: حف بمعنى أحاط كحلقة الباب، وذكرهم الله في من عنده. والشعب الجزائري هذه قراءة القرآن في الجامع اداها على جده، وجده على جده، وجد جده على جد جده، حتى للصحابة الفاتحين، هما اللي جابوا لنا قراءة القرآن جماعة، فهي متواترة عملا ثابتة قولا. واش بقى لك تزيد؟ وقد قرأت كلاما جميلا للدكتور محمد عيسى تاع وزارة الشؤون الدينية، قريت له واحد الكتيب جميل عجبني، عنده كتيب واسمه حكم قراءة القرآن جماعة على طريقة الحزب الراتب. حكم قراءة القرآن جماعة على طريقة الحزب الراتب. يعني لقد أحسن الدكتور محمد عيسى جزاه الله خير، أحسن ونصح وأبدع، وهو كتاب جميل، أنا أنصح بقراءته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.